اخلاق؟ وش الاخلاق هاي؟ وين التربيه؟ وين بتربون هذول يربوهم بالمغرب؟ معقوله هادو التربيه هما المغربيه المغربيه، اش هكذا؟ بغيتي نديرو لك؟ انت داخل في لسان شبكه الاعراض، طويل هما وقله المغربيه. حياه، ويقولوا لك حافظات القران. اين حافظات القران بالمملكه المغربيه؟ اين هم؟ ما اشوف الا لسان طويل، قليلات ادب. فانت قادر يا رب العالمين. اللهم ابعد السحارات عنا، اللهم ابعد شمهروش وعيشه قنديشه عنا، اللهم اخرجهم من بلادنا يا رب العالمين. ضرونا، سرقونا، خانونا، ضيعونا. انا وهناك طالب بانه هذه المراه تؤدب. كيف نأدبها؟ هو يطالب برجوع بنت بلاده للوطن، وانا اطالب بخروج هذه البنت من وطني، من مجتمعي. انضروا بنات الخليج وانضروا المشرقيات. وتتكلم عن نفسها الدبة أم زرور وتقول أنا أسحر بالجمال، تتحالى بغسل الرجلين، تقول المرأة المغربية تغسل الرجلين وتتحالى وتفتخر أنها تغسل رجلين الختائر عندنا. خذ هذه يا هولاكو، ولأول مرة أقولها. عندنا بالخليج الختيار يكلفنا، اللي عمره 70 سنة عندما نجيب له خدامة سلنكية يكلفنا تقريبا بالشهر 600 دولار. اليوم وجود المرأة المغربية زوجناه للختيار وخلاها تعملها مساج تغسل له رجليه، ولا تكلفنا المرأة المغربية 100 دولار بالشهر. هذا هو رخص في هذه المرأة. دنت من نفسها، باعت جسدها، وجدت في أقل الأماكن التي يباع فيها الهواء. كل الدلائل واضحة. نضحك على نفسنا، نكذب على نفسنا. أتحداك واحد فيكم يقول إني أنا كذاب. شوهدت في أليكانتا في إسبانيا، تزوجت السنغالي. شفنا فيديوهات كثيرة جابت ناس. قسما بالله صار المغرب، إذا يبقى المغرب هكذا سترى المغربي بغير هوية المغرب. سترى الشعر الأخضر والوجه الأسمر والعيون الخضر والعيون الصفر. نطالب الجزائريين بفتح مدارس لتعليم الرجولة لشباب المغرب. ما حدا يزعل. سيروا مثل الجزائريين، شيلوا مثل رجالهم. ليش الجزائرية مضبوعة؟ ليش الجزائرية ما تقدر تفتح ثمة؟ ليش الجزائرية تخجل؟ هم جيرانكو. تعلموا الرجولة من رجال الجزائر. كرهتش الخليجيين كاملين والمشارقه يلتفتوا شي التفات لهذا الراجل المغربي مسكين المحقور اللي كيحكموا عليه العيالات وما كيقدرش يهضر، والعيالات هما اللي السلام مقيدين عليكم ورحمة المغاربه، الله تعالى هما اللي وبركاته. حاكمين هولاكو خويا فيهم. تحياتي ما لوجهك، كي كرهتش راكم انا هاد السواعده، الله يجازيكم بخير، عاونونا. راه هاد العيالات غلبوا علينا، صافي راه ما هضره بقيناش بسيطة. كنقدروا عليهم، ما بقيناش كنقدروا نقول انت سكتوا، ما كيبغيوش يسكتوا، ما كيحترموناش، انت كيخسروا لينا صاحبي مالك؟ الهضره. كي نزلي الهريبه. كيخسروا لينا الهضره، ما كيحترموناش، كيجفوا بينا الارض، صيفطونا للحبس، داو لينا وليداتنا، داو لينا ديورنا، كنشريو لهم الطوموبيلات، داو لينا رزقنا. الرجل المغربي ولا بحال شي جفاف مسكين كيجفوا به الارض هنايا. ما كاين حتى شي واحد اللي يقدر يدافع على الرجل المغربي. الرجل المغربي مسكين ولا بحال واحد القمامه كترمى في الزبل، ومع ذلك مسكين صابر هذا الرجل المغربي، لان داك اشباه الرجال باركين عليه. حتى الا كان شي واحد مسكين فيه شويه د الرجوله وكذا، اشباه الرجال كيبركوا عليه. تهضر مع شي هاربه تصيفطك للحبس، تقول غير كلمه الحق يتجمعوا عليك شي جمعيه يمشيو ديكلاريو بك في المغرب تمشي للحبس. حنا راه عايشين الظلم الاخوان. شي الراجل المغربي مسكين اقسم بالله لا عايش الظلم. ما كرهناش هاد الخليجيين يعاونونا ويوقفوا معانا ويدقدقوا هاد الهريبات. انا ما كرهتهمش يجريو عليهم ولا يقبطوهم في السجون تما في السعوديه في الخليج، يقبطوهم في السجون يديهم للحباسات بحرا يترباو، لان قهرونا صراحه الله. انا بعدا كمغربي اشهد انني تقهرت من المغربيات، وكنطلب المساعده ديال الخليجيين لانهم ما كيحترموهم. المراه المغربيه كتحترم الخليجي، كيقول لها اسكتي كتسكت، كيجلدها كتسكت. ما كرهتش يعاونونا فيهم لان حنا خرجوا من السيطره ديالنا، ما بقيناش قادين على المراه المغربيه. السلام عليكم. أولا أحيي الرجل الجزائري، تحياتي للرجال الجزائريين. الجزائريين الصراحة ما كذبش شاقي، تعلموا بحال تا هولاكو، تعلم بسيدك الجزائري الرجولة، لأن الراجل فحل عليك. الجزائري راجل عليك وما توصلوش. الجزائري قوام، الراجل الجزائري بصمته عالية، ما توصلوا حتى في نقطة. إلا كنت انت راجل مغربي تنقول لك الراجل الجزائري سيدك، والصراحة سيدك. تحياتي لكل جزائري حر شريف عفيف. أنا تحياتي كنقول للجزائريين. تزوجت براجل
تحياتي لكل رجل جزائري من هذا البث، الرجل العظيم البطل ولد الشهداء. الجزائر ما تحياتي يريدك يا للمغرب بنت المغرب، ما وتحية يريدك. اسكت ما خليني نهضر. الرجل الجزائري الجزائري ما بياخذ مغربيه. اسكت خليني عيب نهضر. الجزائر ياخذ اسكت مغربيه. خليني عيب. نهضر. اسكت خليني نهضر. لا الرجل تحلمين بالجزائر يا اسكت. بنت المغرب. خليني لا نهضر. جمعت كل الرجولة العالم في رجل واحد، وهو الرجل الجزائري الحر ابن الشهداء، رجل البطل اللي 150 سنة اللي تحكموا خرجوهم الأبطال الجزائريين. صراحة سبيتهم ولكن ما كنتش عارفة قيمتهم، طلعت في البثوث تاعهم. كاع علاش حرقتي الرايه ديالهم؟ لا معليش عارفينها لأنكم نتوما المغاربة اللي خليتوني ندير الحوتالة. نتوما حوتالة خليتوني نخرج على السيطرة. أما الجزائريين من عاشرتهم عرفت قيمتهم، بأنني أنا تسامحت معهم وطلبت العذر لأن أشبه الرجال المغاربة هما اللي خلوني نعملها. تحياتي اللي بغى يتعلم الرجولة يتعلم من رجال الجزائر، اللي بغى الأبطال رجال الجزائر. أنتم رجال العرب كلكم، من سوريا، من العراق، من السعودية، من المغرب، من تونس. الرجولة تعطت للبطل ابن الشهداء وهو الجزائري الحر. الرجل الجزائري يستحق كل امرأة في العالم، وأعظم امرأة سيأخذها الجزائري ما الحر بياخذك الشريف. الجزائر يا صراحة بنت. الله طيب. صراحة الله يسمحني من حق الجزائريين، غلطت في حقكم، لكن كنعتذر لكم في هذا المنصة تاع هناك 718 عندما بأنني تأتي ندى غلطت في بس حقكم. يا دوري يا أنتم ندى. رجال وأنتم أبطال وأنتم نعم. أسياد الأسياد وأنتم أسياد العالم وأنتم رجال العالم وأنتم أبطال العالم. أنا نقولها لكم خلاص. ما وأتحدى شاء الله أي لو رجل في تحكي العالم بحق يتحدى المغرب هيك رجل أحسن لك. جزائري. والله ثم والله أن الجزائريين ما لا أطيبهم نريدك. وعرفتهم كاتبين لك لا عندهم نريدك أخلاق يا عائلية. ندى. وتحية الجزائر. صراحة نعترف لكم من هذا المنبر أنني غلطت في حقكم، ونعتذر لكل جزائري طيب يا ندى خليني وجزائرية. أحكي لك.